بتحاولي تخسي ومفيش نتيجه ووزنك بيزيد من اقل حاجه، اسمعي الكلام ده للاخر. هو ليه الاكل اللي بناكله ممكن يكون هو السبب في تاخر الحمل او تساقط الشعر؟ تعالوا نعرف الحكايه. معاكم دكتور محمد صقر. تابعوا لاخر الفيديو وهتلاقوا اجابه عن كل الاسئله دي. اولا، الفسيولوجي الطبيعي، ازاي جسم البنت بيشتغل كل شهر. كل شهر جسم البنت بيمر بحاجه اسمها الدوره الشهريه، ودي ماشيه بنظام هرموني من المخ لحد المبيض. المخ بيبعت اوامر. الغده النخاميه في المخ بتفرز هرمون اسمه اف اس اتش، ده بيشجع المبيض يجهز البويضات. والال اتش بيعمل الطلقه اللي بتخلي البويضه تخرج من الحويصله، ده اسمه التبويض. المبيض بيبدا يستجيب، يكون شويه حويصلات صغيره كل واحده فيها بويضه، واحده منهم بتكبر اكتر وتحت تاثير ال اتش تطلع البويضه، وده اللي اسمه التبويض. بعد كده الجسم يبدا يفرز استروجين وبروجسترون عشان يظبطوا الرحم والدوره. ثانيا، ايه اللي بيحصل في مرض تكيس المبايض؟ تكيس المبايض البوليسيستيك اوفاريان سندروم بيحصل لما يحصل خلل في المنظومه الهرمونيه دي، وده بيؤدي لمشاكل كتير. واحد، مقاومه الانسولين. الجسم ما بيستجيبش كويس للانسولين، البنكرياس بيضطر يفرز انسولين اكتر. الانسولين الزايد ده بيخلي المبيض يفرز هرمونات ذكوره زي التستوستيرون. 2، زياده هرمونات الذكوره دي في جسم البنت بتخلي الحويصلات اللي هي الاكياس الصغيره اللي فيها البويضات ما تكبرش كفايه، يعني ما فيش بويضه هتخرج، فتبدا تتراكم الحويصلات حوالين سطح المبيض، وده اللي بنسميه تكيس المبايض. 3، بيحصل خلل في باقي الهرمونات، الاف اس اتش بيقل فمش بيشجع الحويصلات انها تكبر، ال اتش هيكون عالي باستمرار فمفيش الدفعه الصح اللي هتعمل التبويض. ثالثا، ايه اللي بيبان على البنت اللي عندها تكيس؟ الاعراض بتكون في لخبطه في الدوره، ممكن تغيب عنها الدوره شهور او تيجي قليله او غير منتظمه، بيحصل لها حبوب في وشها بسبب زياده هرمونات الذكوره، بيبقى في شعر زايد في اماكن غريبه زي الدقن زي الصدر زي البطن، بيكون في سمنه او صعوبه في فقدان الوزن، بيكون في صعوبه في الحمل او تاخر في الانجاب، احيانا بيكون في تساقط في شعر الراس، بيبقى في ارهاق وتقلب مزاج. رابعا، الاكل اللي ليه علاقه بالموضوع ده. الاكل ممكن يخلي الحاله اسوأ لو كان فيه سكريات كتير زي الحلاوه والعصاير والمشروبات الغازيه. النشويات البسيطه طبعا زي العيش الابيض والرز الابيض والمكرونه. الاكلات اللي فيها دهون صناعيه اللي هو الاكل المقلي والوجبات السريعه. طب ليه؟ لانها طبعا الاكلات دي بتزود مقاومه الانسولين، وده بيخلي الجسم يفرز انسولين اكتر، والانسولين يخلي المبايض تفرز هرمونات ذكوره اكتر، فالتكيس يزيد اكتر واكتر. طب خامسا، العلاج. تغيير نمط الحياه اهم حاجه، لازم تعمل نظام اكل صحي قليل السكر والنشويات تكون فيه معقده والالياف فيه كتير، لازم تعمل رياضه منتظمه حتى لو مشي يومي، لازم تقلل الوزن لو في سمنه، حتى نزول 5 ل 10% من الوزن بيفرق كتير. طب الادويه بقى اللي هتستخدم في الحاله دي ايه؟ في دواء اسمه جلوكوفاج اللي هو الاسم العلمي بتاعه ميتفورمين، لو في مقاومه انسولين خلاص الميتفورمين بيساعد على علاج مقاومه الانسولين. في حبوب بتنظم الدوره زي حبوب منع الحمل، ودي طبعا اللي بيوصفها الطبيب المتخصص. ادويه بتقلل هرمونات الذكوره، ودي بتبقى طبعا على حسب الحاله. بيبقى في محفزات للتبويض لو الست عايزه تحمل، لازم يبقى في متابعه مع دكتور نساء زائد تحليل هرمونات باستمرار زائد سونار عشان يتاكد من التشخيص ويتابع التحسن. لو عجبكم المحتوى اعملوا لي لايك وشير وكومنت واشتركوا على قناتي عشان يوصلكم كل جديد، ويومكم جميل.